السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن مشترياتي للمكياج. هما مش كتير قوي علشان انا الفتره دي بشتري منتجات العنايه بالبشره يعني. فالمشتريات هتكون قليله شويه، بس لو انتي حابه تعرفي ايه اللي انا اشتريته وايه رايي فيه، تابع الفيديو لحد آخره. اول حاجه هتكلم عنها هو مزيل المكياج من جارنيه. المزيل ده تو نازل في مصر، ما كانش موجود في مصر، فلما عرفت انه نزل جريت فعلا يعني على اقرب صيدليه واشتريته، لاني شفت ناس كتير قوي اتكلمت عليه وشكرت فيه. والمزيل ده بيناسب جميع انواع البشره، حتى الحساسه، لانه خالي من الكحول والعطور. فهو مصمم اصلا لتفادي الحساسيه. وبستخدمه ازاي؟ انتي هتحطي منه في قطمه وتمرريها على وشك من غير ما تغسلي وشك بعد كده. فهو سهل وسريع. ودي اكتر حاجة حبيته فيه، ان هو ممكن يعني الصبح لو ما فيش وقت ان انت تغسلي وشك وكده، ممكن تستخدميه وهو هيزيل الاتربة والزيوت او اي حاجة يعني. بعد كده تاني حاجة اشتريتها هو الزيت ده انا عملت ريفيو كامل عنه، هسيبهولكوا في صندوق الوصف لو حابين تتفرجوا عليه بعد الفيديو ده. انا في الفيديو ده قلت ان هو حلو وبس، ايه مش ضروري قوي، بس انا بعد كده حسيت ان لما استخدمته اكتر ان هو حسن لي بشرتي يعني. فانتي خلاها حلوة، خلاها مترطبة، ما خلاهاش تحسيها مجهضة او تعبانة. لا بالعكس، كانت تحسيها رايقة كده وحلوة. هي اي نعم هو ما عملش اي حاجة في الحبوب، يعني لو انت عايز تشتريه عشان الحبوب ما اعتقدش ان هو ممكن يعمل حاجة، بس هو كترطيب وحاجة تستخدميها قبل المرطب علشان يعني يرطب اكتر ويخلي بشرتك احلى، هيبقى حلو جدا. بعد كده اشتريت الديب لاينر ده من اماندا. انا كنت جايبه قبل كده، مش عارفه وريتهولكوا ولا لا، التاني من اللي هو الريشه، لكن ده ديب لاينر. انا برتاح اكتر في الديب لاينر، بحس ان هو اسهل ليا. بس بعد كده خليت اختي تشتريه. بعد كده لما جبته مكتوب عليه ميد ان جيرماني، يعني هو صنع في المانيا، وانا ده مش عارفه هو ده اصلي ولا لا. مش عارفه ازاي، مع ان يعني اماندا معروفه انها مصريه، فمش عارفه هل هو ده فعلا يعني متقلد ولا لأ. بس ما اعتقدش ان اماندا بتتقلد، فمش عارفة بصراحة. فلو اي حد معاه ديبلاينر ده يقولي تحت، لان انا مش عارفة. وبعد كده شفت على الصفحة بتاعتهم شكله، البتاع من فوق، الغطا من فوق مرسوم عليه كده رسومات، لكن ده مش مرسوم عليه. واكبر دليل ان هو تقليد يعني ان هو مكتوب عليه made in Germany. واماندا تقريبا يعني صناعة مصرية اماندا، فهو تقليد، بس بعيدا عن ان هو تقليد. هو سواده حلو يعني، هو اسود حلو يعني، بس مش ثابت يعني. ممكن انا حطيته انزل بيه ما كملش ساعة مثلا وارجع الاقيه ساح، فيمكن عشان كده هو تقليد. فمش عارفة بصراحة. وما انصحش اي حد يجيب ده، اكيد يعني اتأكدوا قبل ما تشتروا حاجة، لو حاجة من اماندا، انها يكون مكتوب عليها صنع في مصر، علشان ما يضحكش عليكم زي ما حصل معايا. بعد كده اشتريت الهايلايتر ده من لونا. انا ما كنتش عارف ان لونا معاها هايلايتر اصلا، بس دي نفس العبوة بتاعة الكونسيلر العادي بتاعهم اللي استخدمته قبل كده، بس الدرجة مكتوب عليه بدل 2 أو 1 مكتوب عليها درجة هايلايتر. هو حلو جدا، هو كريمي، فده حلو للبشرة الدهنية. الكريمي او الهايلايتر الكريمي هيبقى ثابت اكتر على الوش. فانا بصراحة عجبني جدا وحلو وايه ومش بيبين يعني. في الهايلايتر المفروض يبين لو في حبوب او كده، لكن ده مش بيبين، فدي حاجة حلوة. وسعره مناسب يعني، ده تقريبا سعره 55. انا نسيت اقول الاسعار في كل حاجة. لحظة معلش، جارنيه 35، وزيت لوريال تقريبا 135، وديب لاينر انا جبته ب55، بس اكيد متضحك عليا يعني. وفي لونا ده اللي هو الهايلايتر ب55، بس عشان نسيت يعني الاسعار. بعد كده قلت اتدرب على الرموش شويه، فما حبيتش انا عمري ما استخدمت رموش قبل كده، فقلت اجرب استخدمهم. فقلت اجيب نوع رخيص كده او حاجه كده اللي هي ب10 جنيه، علشان لو باظت يعني، او انا معرفتش اتدرب فيها يعني على العموم. فاشتريت النوع ده. اعتقد النوع ده مشهور، ان هو مش عارفه مكتوب عليها برجوا، بس مش عارفه، بس هي مشهوره يعني، موجوده في كل مكان. هي كتير قوي، وهي بلاستيك مش طبيعي يعني. بس تقيلة جدا، فأنا منصحش أي حد بيها، لأن المفروض يعني تجيبي حاجة خفيفة، ما تجيبيش يعني الأول ما يبقاش حاجة
كثيفة كده زي دي، فما بحبهاش جدا. هي فيها صمغ بس انا ما حبيتهوش، فاشتريت برضو صمغ. بس على العموم يعني البتاع ده كان تقريبا، العلبة دي تقريبا ب8 او كده. معرفش ليه غالية يعني، وهي اصلا مش حاجة. بس انا ما عجبتنيش خالص. وحتى لو انت هتتدربي يعني شوفي حاجة تكون خفيفة، يعني شعرها خفيف، مش دي كثيفة جدا. بعد كده اشتريت الصمغ ده مكتوب عليه مش عارفة ايه، مش عارفة ايه الماركة بصراحة برضو. وده برضو سعره رخيص، لان انا محبتش اشتري حاجات غالية في حاجة انا لسه معرفش اعملها. انا قلت اتدرب وبعد كده اشتري الكويس. فدي حاجة مفروض اي حد يعملها لما تشتروا حاجة جديدة. اشتروا الحجم الصغير، يعني حتى برضو جارنيه كان في حجم منه كبير، بس انا كنت خايفة لما ما ينفعش بشرتي او ما يبقاش حلو، فجبت الحجم الصغير منه. وكذلك اي حاجة يعني. بس فالصمغ ده هو لونه اسود، فدي هتبقى حاجة حلوة. اعتقد ان هو مش هيبان، لاني سمعت ان ممكن الصمغ لما بيبقى ابيض بيبان ان هو محطوط. بس انا اللي يعني في مرحلة يعني تدريبي لاحظت حاجة، ان انتي يعني خدوا بالكم من حاجة، ان انتوا لازم تسيبوا الصمغ بينشف لما ينشف، وبعد كده تحطوه على رموشكوا. عشان انا اول مرة عملت حطيت على طول، حطيت الصمغ وحطيت على عيني، فالصمغ لزق في رمش عيوني، يعني كانت حاجة وحشة جدا. فخدوا بالكم من حاجة زي كده. اعتقد ان هي معروفة بس انا مخدتش بالي. سيبوها لحد ما تنشف تقريبا دقيقة او حاجة زي كده، وبعد كده تحطوها وهتبقى سهلة جدا. يعني هو الموضوع سهل بس عايز شوية تدريب يعني. بس هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. هو فيديو بسيط جدا وصغير، بس زي ما قلت انا مش الفترة دي مهتمة اكتر ببشرتي، فمش بشتري مكياج قوي، فاعذروني لو الفيديو كان ممل شوية. بس اتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلوك كل جديد، وتتابعوني على على الانستجرام. وان شاء الله يعني لو حابين انتوا اي فيديو اعمله اكتبولي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعمله. وبس كده، انا اسراء واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.